قناة فن تربية الحمام هي دليلك الشامل في تربية الحمام بكل أنواعه، ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربية الأرانب بكل أنواعها، وتربية عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا زي ما بنتكلم قبل كده وبنقول ان الفترة اللي احنا فيها ديت من الوقت ومن الجو بيكون جو متقلب. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا يا جماعه ما تفتحوش للحمام والطيور اللي عندكم في الوقت ده. الجو النهارده زي ما توقعنا كلنا ان هو حصل فيه شتاء جامد وبرد جامد، وطبعا كان من يومين كان في موجة حر في مصر جامدة، والدنيا الناس كانوا بيتكلموا وبيقولوا ان احنا عاوزين نفتح بقى خلاص للحمام. طبعا ده غلط، الوقت غير مستقر، والوقت اللي احنا فيه ده اصعب وقت يا جماعه بيجي فيه مرض الروشه. تمام كده؟ مرض الروشه مرض فتاك وبيجي في الاوقات اللي زي ديت من السنه، في تقلب الجو وتغيير الجو بين الحر شويه والشتاء شويه. طبعا لازم تفضل مقفل على حاجتك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، فاتح بس تهويه، والدنيا زي ما انتوا شايفين مغيمه بره اهي، ولسه كانت بتشتي طول النهار شتاء. طيب ايه بقى اللي احنا نعمله مع الحمام بتاعنا عشان نظبط الدنيا في الجو ده؟ اول حاجه هنستخدمها معاهم اللي هو رافع مناعه. انا جايب لكم هنا اتكلمت عنه قبل كده، الامولاينت، الرافع مناعه المكمل الغذائي ده بنستخدمه للحمام 3 سم على 1 لتر ميه لمده يومين ورا بعض عشان خاطر نرفع مناعه الحمام شويه. طيب ايه تاني؟ بندي لتفادي مرض الروشه او الوقايه منه، بنغلي زعتر على سمسم. هتروح للعطار تقول له انا عايز زعتر وعايز سمسم، سمسم ني او ايه، او سمسم متحمص، مش هتفرق. وبتجيب اي حله على النار عندك وتحط فيها نص لتر او لتر ميه، وبتسيبه يغلي وقت الغليان لحد ما الميه ما تغلي، وبعد كده بتطفي عليه النار وتحط معلقه سمسم كبيره ومعلقتين زعتر من عند العطار، وبتقلبه تقليبه كويسه وبتغطي عليه وتسيبه لحد ما يخلص ويبرد خالص تماما والميه تكون بارده، وبعد كده بنصفيه وبنشربه للحمام. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل سيوله في الدم، وحاجه طبيعيه من عند ربنا، ما بيخليش يحصل تجلطات دمويه عند الدم في الحمام. زي فكره الاسبرين والاسبوسيت، الاسبوسيت والاسبرين بيعملوا برضو الحبوب ديت سيلان في الدم، بس طبعا مشاكلها كتير وبتسبب عقم للذكور وللاناث على المدى البعيد لو انت استخدمتها كتير للحمام. يبقى احنا البديل اللي هو الطبيعي اللي عند من العطار، الاعشاب الطبيعيه بتاعتنا اللي هي الزعتر مع السمسم. الوقت اللي احنا فيه ده يا جماعه وقت متقلب. شوفوا هتلاقوا الشمس طلعت واحنا واقفين، طبعا الجو بيكون حر شويه ومطره وبرد شويه، وده اصعب جو الحمام بيتاثر بيه. الجو ده الفتره اللي احنا فيها ديت اللي هو شهر 3 وشهر 4، ده اصعب فتره بتحصل فيها مشاكل للحمام. طيب الناس بقى اللي عندها حمام بعدد كبير وعايزه تعمل وقايه منه لمرض الروشه. مرض الروشه يا جماعه اتكلمنا فيه قبل كده وبنتكلم فيه تاني، وبنقول ان هو مرض فيروسي خطير جدا وملوش علاج، ولكن له وقايه. الوقايه زي ما انا ما اتكلمت، الزعتر والسمسم، وممكن تحط وقايه في حبوب اسبوسيت في الميه، بتدوبها في الميه وتديها لهم برضه لسيوله الدم، وبتدي دايما رافع مناعه اللي احنا اتكلمنا عنه، او اي نوع تاني عندك بديل له. ماشي، ده شغال بيه كويس جدا. وكمان احنا بنستخدم معاهم الخمائر. الخمائر مهمه جدا وممتازه جدا للحمام برضو، ومكمل غذائي قوي، وبرضو تعتبر رافع من روافع المناعه لانها
فيها مواد غذائيه وعناصر غذائيه كتير الحمام بيحتاجها. كل الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وانا طلعت عشان اكد على الموضوع، لان في ناس كتير صابهم اصابه بمرض الروشه للحمام بتاعهم، وبيبعتوا لي تعليقات وبيبعتوا لي على الواتس كتير جدا بيكلموني انا عندي حمام مرهوش، انا عندي حمام مرهوش. لما اتكلم معاهم يقول لك اصل انا الجو كان حر وفتحت للحمام، يعني زي ما انتم شايفين كده. انا هنا ما ينفعش افتح للحمام دلوقتي والشباك ده كمان مقفول، لو فتحت للحمام هيحصل تيارات هواء في المكان، تيارات الهواء ديت هتسبب في ايه؟ هتتسبب ان عندك يكون الحمام فيه برد، هتتسبب الحمام يكح ويجي له حشرجه وبرد ودمعه عين ويتعب. لو ما حصلش كده هيحصل اللي اكتر من كده اللي هي الروشه. مرض الروشه التيارات الهوائيه بتجيبه وبتنشطه، لان هو اصلا مرض فيروسي وبيجي عن طريق الجو. تمام؟ فالوقت ده وقت التقلب الجوي ده ما ينفعش تفتح فيه، سيبه زي ما هو. الحمام بيكون متعود على درجه حراره الغرفه المتعود عليها. لما الجو يقلب شمس مره وصيف مره وبرد مره وشتاء مره، بتلاقي الموضوع ان انت فتحت للحمام وهويته، ولما تيجي برضه يقلب لشتاء بتيجي قافل تاني، فده بيحصل خلل عند المكان اللي هو قاعد فيه الحمام. فانا نصيحه مني بلاش تعملوا الكلام ده. فده كده كان فيديو صغير، حبيت بس اتكلم واعيد كده على اللي احنا بنعملوه. ولما يحصل شتاء عندك بتعمل ايه للحمام، او المفروض انك انت الواجب عليك تعمل ايه للحمام. لما تعمل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها بترفع من مناعة الحمام، بتحسن اداء الحمام، بتخلي الحمام عندك مهيأ للتقلبات الجوية اللي بتحصل له كل يوم والتاني. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده، ويا ريت الناس ما تبخلش علينا باللايك والتعليق، ويا ريت ما تبخلش عليا باشتراكك في القناه. يا جماعه احنا بقالنا كتير عايزين نوصل 50,000 مشترك مش عارفين. فبعد اذن الناس كلها فضلا وليس امرا، الناس اللي بتسمعني من غير ما تشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه عشان خاطر تستفاد. احنا بنقدم لحضرتك معلومات قيمه عن تربيه الحمام وتربيه عصافير الزينه وتربيه الارانب وتربيه الطيور والفراخ وكل شيء. ما تبخلش علينا بانك انت تشترك عندنا في القناه، عشان ده بيدعمنا معنويا مش ماديا. ماديا ديت احنا ما بناخدش حاجه اصلا من موضوع اليوتيوب وكده، لان الارباح ضعيفه جدا بالنسبه لعدد المشاهدات. ولكن احنا بنقدم معلومه، احنا يهمنا ان احنا نقدم معلومه، وانا اللي يهمني ان انا قناتي تكبر وتتفرج عليا ناس كتير وناس تستفاد من المحتوى اللي احنا بنقدمه. واحنا بنقدم لحضرتك محتوى هادف، فيا ريت تدعمنا بس باشتراكك في القناه عندنا، وتكون شرف لينا ان انت تبقى عندنا ومنضم لينا. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده.